مساء الفل، مساء العسل على كل أصدقائي وعلى كل صديقاتي، وأهلا بيكم على راديو حكاية وبرنامج حكايات. حكايتنا النهاردة حقيقية جدا، ومع الأسف إنها حقيقية. هو إحنا ليه يا جماعة بنبص دايما للشاب اللي متخرج من صنايع أو من التعليم الفني إنه أقل بكتير من الناس اللي متخرجة من التعليم العام؟ هو في إيه؟ يعني ليه إحنا بنبص كده؟ انتوا عارفين ان انا من يومين كان عندي واحد بيصلح لي حاجات كده كهرباء في البيت وبتاع، وهو شاطر جدا ماهر، والناس دي بقت عملة صعبة قوي دلوقتي، وان انت فعلا لما بتدور على كهربائي شاطر انت بتبذل جهد جامد جدا عقبال ما يجيلك واحد شاطر. المهم فكلام جاب كلام، انا بتكلم معاه وبقول له، هو كان طالع معاه ابنه يعني، فبقول له برافو عليك والله انت شاطر جدا، واحنا بنبقى محتاجين العمال المهرة دولت اللي زيك، ويا ريت ابنك تعلمه الصنعة دي ويبقى شاطر زيك. قال لي لا 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 على فكرة، وراح مزعق لي كده، او حسيت انه على صوته شوية بضيق وانه اتضايق مني. قال لي لا 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 لا، انا خدي بالك انا بكالوريوس هندسة. قلت له تمام، على عيني وعلى راسي، بكالوريوس هندسة ومعاك صنعة، معاك مهارة، وده اللي سوق العمل عايزه دلوقتي. سوق العمل مش عايز حضرتك ان انت يبقى معاك بكالوريوس او ليسانس وتبقى قاعد ساكت، ما ينفعش. حلو ان انت اتعلمت، وحلو ان انت تنورت زي ما بيقولوا، حلو ان انت فهمت الدنيا اللي حواليك، بس الاهم ان انت تعمل حاجة تجيب لك مصدر رزق وتعيش ولادك. قلت له طيب انت معايش ولادك وبيتك ده من شغلك في الكهرباء؟ قال لي اه. قلت له طب تمام، طب انت انفعلت عليا قوي كده ليه؟ قال لي لا لا، بس عشان حبيت اعرفك ان انا مش صنايعي. قلت له حتى لو صنايعي ماله الصنايعي، على عينينا وعلى راسنا. الصنايعي ده حاجة جميلة جدا. وبرضه حاول يوضح لي زيادة، وعلى فكرة ابني اللي معايا ده في تالتة اعدادي، وان شاء الله داخل ثانوي عام وداخل مش عارفة ايه. فمن هنا يا جماعة بنبدأ نشوف ان نظرة المجتمع، يا ريت كلنا نتكاتف كده مع بعض ونحاول نغير النظرة دي. الصنايعي ده حد محترم قوي، الصنايعي ده احنا بنحتاجه في بيتنا قوي. هو في بيت ينفع من غير نجارة؟ في بيت ينفع من غير كهرباء؟ في بيت ينفع من غير ناس بتيجي تشوف اللي بيخسر في الشقة عندك أو عندي؟ بينفع؟ ده انت لما الكهرباء بتقطع نور يوم واحد بتحس ان انت هتموت. ليه؟ لأن بقت حاجة مهمة في حياتنا، فانت كمان مهم. الصنايعي ده حد مهم. عايزين يا جماعة على قد ما نقدر بناخد شهادات وبنتعلم، بس كل واحد بقى من يومه رايح يبدأ يفكر ايه المهارة اللي عنده اللي هيشتغل عليها واللي هتجيب له رزق. لأن ما شاء الله البلد كلها ليسانسات والبلد كلها بكالوريوسات. طب ايه اللي حصل يعني؟ ما ناس كتير قاعدة ومش لاقية شغل. فنحاول يبقى فيه توازن، لأن واحنا بصينا البصة دي للصنايعي ما بقاش عندنا توازن في المجتمع. ما هو ما ينفعش. خد يا سيدي الليسانس بتاعك، وخد يا سيدي البكالوريوس بتاعك، بس في نفس الوقت عندك مهارة اشتغل عليها. انت عندك مهارة الطبخ، اشتغلي على مهارة الطبخ وبيعي. انت بتعرفي تعملي اكسسوري، اشتغلي على المهارة دي وبيعي واكسبي. انما انا معايا بكالوريوس تمام، انا معايا ليسانس تمام، طب وبعدين؟ سوق العمل مش محتاج دول دلوقتي. سوق العمل محتاج المهارات، محتاج ان انت تشوف المكان اللي انت عايش فيه او البلد اللي انت عايش فيها محتاجة ايه، واشتغل بقى في الحتة دي او من المنطلق ده. انتوا عارفين في مرة برضو قصة سمعتها، واحدة بتساعد حد يعني في البيت وبتيجي تنظف البيت وبتاع، فبرضو بنتها معاها بكالوريوس تجارة، بنت اللي هي الشغالة دي او معاها بكالوريوس تجارة. جميل، حاجة جميلة جدا الحقيقة. انما لما جالها صنايعي تقولك رفضته. طب رفضتيه ليه؟ لا اصل انا معايا بكالوريوس تجارة. يا سلام. طيب انت معاكي بكالوريوس تجارة، لو جالك واحد زيك معاه بكالوريوس تجارة ومش لاقي شغل، ده حلو كده ليكي؟ حلو لحياتك؟ حلو لمستقبلك؟ ولا انت معاكي بكالوريوس تجارة وجالك واحد صنايعي كسيب عنده ورشة، عنده ما شاء الله بيكسب، عارف يعني ايه يجيب رزق يومه وهيعيشك في مستوى جميل؟ يبقى ليه احنا بنبص للناس كده يا جماعة؟ ليه بنبص البصات دي للناس دي؟ انا معايا بكالوريوس تجارة، ولو جاني صنايعي محترم وكسيب بمعنى الكلمة وليه مستقبل في صناعته او ليه مستقبل في مهارته، انا ليه ما اقبلوش؟
والله كده يا جماعة، احنا نفسنا لازم نغير وجهة نظرنا، على قد ما نقدر نغير وجهات النظر ونحترم الناس دي، لان الناس دي تستاهل الاحترام. الناس دي تستاهل الاحترام جدا. مفيش حاجة اسمها صنايعي، يعني عارفين حتة بقى ياي، لا ايه ده، ايه هو ده؟ انت تقدر تمشي بعربيتك من غير ما تروح للراجل الميكانيكي؟ انت تقدر تقعد يومين 3، تقدر تقعد شهر من غير كهرباء في بيتك؟ تقدر تقعد في شقة كل عفشها متكسر إلا لما يجي النجار ويصلح لنا الحاجة؟ الناس دي ليها كل الاحترام. والناس دي لما تيجي تتقدم للناس يشوفوهم كده، هل هم ناس على خلق؟ هل هم ناس فعلا بيكسبوا شاطرين وليهم اسم ما انا برضو مش هجيب اي حد والسلام هجوزه بنتي، لا، يعني حد فعلا عنده ورشة، حد فعلا شاطر وليه سمعته في المنطقة ان هو شاطر وكسيب وما شاء الله عليه. وماله يا جماعة، حتى لو ابنك او بنتك معاه بكالوريوس تجارة او معاه ليسانس اداب، ايه المشكلة يعني؟ كويس ان هي معاها ليسانس بنتك، او كويس انها معاك بكالوريوس تجارة ومتعلمة وهتعلم ولادها وكل حاجة. بس المهارات، عايزين نشتغل على المهارات هو ده اللي بلدنا عايزاه الفترة دي والفترة اللي جاية. هي مش عايزة حاجة تانية على فكرة، بس مش معنى ان بلدنا محتاجة مهارات اكتر من اي حاجة ان انا اهمل التعليم. لا طبعا، التعليم ده كده زي المية والهواء، كلنا هنتعلم وكلنا هنتنور ونفهم ونبقى عارفين يعني متعلمين، حاجة جميلة طبعا. لكن الى جنب التعليم في حاجة اسمها مهارة، في حاجة اسمها الصنعة اللي أنا هعملها. وزي ما قلت المهارات كتيرة جدا ومتعددة ومختلفة، وهي دي اللي ممكن نجيب منها أو من خلالها فلوس. من فضلكم، عايزين نظرة المجتمع تتغير إلى الأفضل، والله تتغير إلى الأفضل والله. تصوروا كده يا جماعة، المجتمع لو كله لون أبيض، لا، لازم يبقى في أبيض وفي بيج وفي جراي وفي جرين وفي أخضر وفي رصاصي وفي يعني ما ينفعش المجتمع حاجة واحدة وبس. كل الناس ليسانسات، كل الناس بكالوريوسات. طب يا جماعة، الناس التانية، المهن التانية ليه مش معترف بيها؟ ليه مش أخدة أهميتها؟ ليه مش أخدة التقدير المناسب ليها؟ أو ليه أخدة النظرة المتواضعة دي؟ لا، صنايعي انت حاجة جميلة، انت حد شاطر، انت حد محترم، انت تستاهل ان انا اقدرك، وتستاهل كمان ان الكل يقدرك. شكرا، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.